بترجع من شغلك مرهق وتعبان، نفسك في نوم هادي ومريح، عندك أرق ومش عارف تنام ازاي؟ ممكن تكون سمعت عن دواء اسمه نايت كالم اللي ممكن ناس كتير جدا بيلجأوا له علشان يساعدهم يناموا. بس خلي بالك، ممكن يكون أخطر مما تتخيل. خليني أقولك ليه. أول حاجة، إيه هو النايت كالم؟ نايت كالم ده دواء منوم بيحتوي على مادة الإيزوبيكلون، ومهمتها إنها تريح الجهاز العصبي وتخليك مسترخي وتنام بسرعة. الناس اللي عندهم مشاكل في النوم بيستخدموه أحيانا، بس للأسف في مشاكل كبيرة جدا ممكن تحصل من استخدامه. طيب فين المشكلة؟ أكتر حاجة خطيرة لو استمريت في استخدامه لمدة طويلة، ممكن يسبب اعتماد نفسي وبدني، يعني جسمك وعقلك بيدمنوا عليه. ومش بس كده، كمان هيأثر على أدائك في الشغل أو الدراسة. يعني لو اتعودت عليه كل يوم هتلاقي نفسك مش قادر تنام من غيره. ده غير إنه بيسبب أعراض جانبية زي الدوخة والصداع ومشاكل في الذاكرة وأعراض تانية كتير. طيب إيه الحلول أو البدايل؟ أول حاجة، خلينا نحسن نمط حياتنا. حاول تنام وتصحى في نفس الوقت كل يوم، وده بيخلي جسمك يتعود على روتين نوم ثابت. وكمان حاول تبعد عن الموبايل والشاشات قبل ما تنام بساعة، علشان بتأثر على هرمونات النوم في جسمك. تاني حاجة، في مشروبات طبيعية زي اليانسون والبابونج بتساعدك تهدي أعصابك وتحسن جودة نومك، ومش بتأثر على صحتك زي النايت كالم. تالت حاجة، ممارسة الرياضة. ممارسة الرياضة حتى لو مشي لمدة نص ساعة هتساعدك انك تتخلص من التوتر وتقدر تنام بشكل افضل. رابع حاجة، في بدائل كتير زي النايت كالم بس اقل في الاعراض الجانبية واقل خطورة، زي الدورميفال والميلا كريست. لو بتعاني في مشاكل في النوم، حقيقة حاول تجرب الطرق الطبيعية دي قبل ما تلجأ لأي دواء علشان صحتك النفسية والجسدية. نايت كالم ممكن يكون مغري وسريع، لكن تأثيره على المدى الطويل خطير. اختار البدايل اللي هتحافظ على جسمك وعقلك في أفضل حال. سلام.